ما فكرتش قبل كده ازاي هيبقى شكل العالم في المستقبل؟ هل هنعيش في مدن طايرة زي الأفلام؟ أو هل ممكن الروبوتات تحتل مكاننا في كل حاجة؟ والأهم من ده، هل هنقدر نسافر بين الكواكب زي ما بنشوف في أفلام الخيال العلمي؟ دي تساؤلات مش مستحيل نفكر فيها، فخلينا نجاوب عليها. في الحقيقة مش بعيد إننا نعيش في مدن على ارتفاعات عالية أو أبراج طايرة حتى. في شركات دلوقتي بتطور تقنيات طيارات عمودية تقدر تشيلنا فوق الأرض، والتطور ده ممكن يخلي عندنا أماكن سكنية طايرة. ده يعني الدنيا هتتغير من أساسها، مش بس من ناحية التنقل لكن كمان من ناحية التخطيط العمراني. تاني سؤال، هل الروبوتات هتسيطر على حياتنا؟ الروبوتات دلوقتي بدأت تدخل في كل مجالات حياتنا، من الشغل في المصانع لحد الجراحة والتمريض. ممكن في المستقبل القريب نلاقي روبوتات مش بس بتساعدنا في الشغل لكن كمان بتهتم بينا في بيوتنا. لكن السؤال الأهم، هل ده هيأثر على الوظائف بتاعتنا؟ ممكن نواجه تحديات جديدة، زي إننا نلاقي شغل الناس مش هتحتاج تشتغل بنفس الطريقة زي دلوقتي. طب هل هنعرف نسافر بين الكواكب؟ في مشاريع دلوقتي بتشتغل على السفر للمريخ، وفي ناس زي إيلون ماسك بيحاولوا يطوروا تقنيات تمكننا من إننا نعيش في الفضاء. السؤال هنا بقى، هل في المستقبل القريب هيبقى عندنا قدرة على العيش في كواكب تانية؟ في كتير من العقبات العلمية، لكن الاحتمال مش مستحيل، والبحث في الموضوع ده مستمر. والسؤال اللي شاغل عقول كتيرة من أيام الفراعنة، هل ممكن نلاقي طريق للخلود؟ تخيل لو كان في تقنية خلايا تعيش لفترة أطول، أو حتى وسائل لدمج الدماغ البشري مع التكنولوجيا. هل في المستقبل هنبقى قادرين نعيش حياة أطول بكتير من دلوقتي؟ أو حتى نحط جهاز أو شريحة في عقلنا، يعني نبقى نص بشري ونص ريبوت؟ ده سؤال مش سهل، لكن مع التطور العلمي مين يعرف. وأخيرا السؤال ليك انت، هل في رأيك هنعيش في يوم من الأيام على كوكب تاني؟ أو لو كانت ليك الفرصة، هل هتسيب الأرض وتروح هناك؟ قولولي في التعليقات.